ردي ده واحد عطار بيعالج بالأعشاب، عايش في بلدة اسمها زولتان. دي بلدة بعيدة كده على الحدود، مفيش فيها أي قيمة استراتيجية، يعني مفيش دوشة ولا زحمة زي البلدان الكبيرة. الحياة هناك هادية جدا ومنعزلة عن العالم الخارجي، وده بالظبط اللي عايزه ريد عشان يفتح عيادة أعشاب ويعيش حياة بسيطة. في العالم ده كل واحد عنده بركة إلهية، يعني زي قوة خارقة كده من عند الإله. في يوم طفل صغير سأل ريد إيه هي البركة بتاعته، لكن ريد كان عنده ماضي سري فما قالش حاجة عن قوته. والصراحة إن ريد اسمه الحقيقي جيديون راجنسون، وكان زمان محارب قوي وعضو في مجموعة الأبطال. في يوم أريس اللي هو نائب قائد المجموعة طلب منه يكسر درع سحري بسيف برونزي عادي، بس جيديون ما قدرش. فأريس استهزأ بيه وقال له إن ملوش لازمة في المجموعة، وإن بركته الإلهية ما بتساعدش في المعارك، وإن البطل اللي هي أخته بالمناسبة لازم تنقذه كل شوية، فبقى عبء عليه. وهنا جيديون حس إنه فعلا بقى حمل، فقرر يسيب كل حاجة حتى معدات، وقال إنه رايح يتفقد جيش سيد الشياطين. ومن ساعتها عاش في زولتان. وفي يوم من الأيام ظهر دب خطير قريب من القرية. ألبرت وهو مغامر من الرتبة بيه طلب من ريد يساعده يتعقب الدب، بس ريد رفض عشان ما يبقاش ملفت للنظر. بعد كده تانتا وهو واحد من عيال القرية أصابته حمى غريبة ممكن تعميه، وعشان يتعالج تانتا ريد كان لازم يجمع أعشاب نادرة جدا، فاستخدم قوته اللي بتديله زيادة في السرعة وجري على الغابة. لقى جزء من الأعشاب، بس فجأة ألبرت ولع نار في الغابة عشان يحاصر الدب. الدب هجم على ريد، بس ريد كان قوي قوي فقتله بضربة واحدة. بعدين ألبرت والمغامرين لقوا جثة الدب، وكلهم افتكروا إن ألبرت هو اللي قتله، بس ألبرت نفسه شك إن في حد تاني. ريد رجع بالأعشاب للدكتور، والدكتور عمل علاج لتانتا. جونز بقى عم تانتا كان شاكر جدا وعرض على ريد أي مكافأة يختارها، وبما إن جونز نجار ريد طلب منه يبني له بيت يستخدمه كمحل للأعشاب. بعد 4 شهور مغامرة اسمها ريد جات لزولتان. موظفة نقابة المغامرين قال لها عن أحمر وإزاي أنقذ تانتا بجمع الأعشاب وسط النار. ريد اعجبت بيه وبطيبته، وفي الوقت ده محل ريد خلص بناه، وهو اللي دفع تمن المواد وجونز بناه ببلاش، وكل أهل زولتان جولهم يباركوله. وفي يوم من الأيام ريد زارت ريد في المحل ونادت عليه باسمه الحقيقي جيديون، ويتضح انهم يعرفوا بعض. وريد اسمها الحقيقي ريزلت، وهي الاميرة التانية لمملكة عسكرية كبيرة، وشعبها بدأ يدعمها بدل اخوها ولي العهد، فهي سابت البلد عشان ما تتسببش في حرب اهلية، ودلوقتي بتمثل انها مغامرة من الرتبة بي. ولما عرفت ليه ريد هنا زعلت قوي من ارس، بس ريد قال لها ان البطل ومجموعته بقوا احسن من غيره. احمر وريد قعدوا يفتكروا مغامراتهم سوا وازاي اتقابلوا وازاي قتلوا بعض. زمان شعب ريد كانوا متكبرين وما كانوش عايزين مساعدة من مجموعة الأبطال، لكن الشياطين هزموا ريد وأسروها، وجيديون هو اللي أنقذها وقتلوا جنرال الشياطين لحد ما أخته جت وأنقذته. بعدين ريد شافت موت زمايلها لأول مرة وما كانتش عارفة تتعامل مع الحزن، وريد ذكرها إنها لازم تبقى رمز الأمل لشعبها، وإلا حتى لو هزموا جيش سيد الشياطين شعبها هيفضل شايف اليوم ده يوم وحش. فريد رجعت قوتها وبقت بطلة لشعبها. في الحاضر بقى ريد سألت ريد لو ممكن تعيش معاه وتشتغل معاه، وريد اتردد شوية بس وافق وخلاها تسكن معاه. في مكان تاني أريس جاب عضوة جديدة اسمها تيساي لمجموعة الأبطال، وبركتها الإلهية إنها قاتلة مأجورة. اليوم اللي بعده أحمر سي على منظر لريت الحلوة أحسن منظر الصبح. بعدها خرجوا يشتروا سرير وحاجات لريت، وهم ماشيين ريد كان بيفكر إن كل واحد في العالم ده عنده بركة إلهية، وإن الطريقة الوحيدة تزود مستوى البركة دي هي إنك تقتل ناس عندهم بركات إلهية. فشافوا ولد كبير عنده بركة مقاتل بيضرب تانتا وصح. قال يعني ألبرت الصغير. رد خوف الواد الكبير وقال إن البركات الإلهية ممكن تأثر على شخصية الواحد، زي إن اللي عنده بركة قاتل مأجور ممكن يبقى شرير، واللي عنده بركة مشاكس ممكن يبقى شخص متعجرف. قال زعل وقال إنه مش عايز البركة بتاعته، بس رد طمنه
منه انه لو قوي بما فيه الكفاية هيقدر يتحكم فيه. وعشان يخلوا محل الاعشاب اشهر، ريد عمل مسكن للألم مش بيسبب ادمان، وراحوا يوروه لإدارة زولتان، بس المسؤول هناك دان زعق لهم. ريد وريت استغربوا، فراحوا للكابتن اللي قال لهم ان دان وافق على دواء قبل كده بس طلع بيسبب ادمان، ودلوقتي الناس بتستخدمه كمخدر في كل البلد، والكل بيلوم دان على القرار ده. بس ريد بما انها اميرة ولها علاقات مع الكابتن نجحت تخلي المسكن يتوافق عليه. بعدين عملوا دواء للرشح والحمى، وريد استخدم مهاراته في الطبخ وعمل الدواء على شكل بسكويت لذيذ، فبقى ناجح جدا عشان ملهوش الطعم المر بتاع الادوية. في الوقت ده مجموعة الابطال كانت بتدور على سلاح خاص بسيد الشياطين في الصحراء، بس كان عندهم مشكلة في التفاوض مع سكان الصحراء. دانا احسن مقاتل في المجموعة زعل وقال ان المشاكل دي ما كانتش بتحصل لما ريد كان معاهم، وزعق لاريس وقال له انه غلط لما طرد ريد وقرر يروح يدور عليه. اريس حاول يتخانق معاه بس روتي وقفت وادت لدانا اذن يروح يدور على ريد. في زولتان ريد صحي تاني على المنظر الحلو بتاع ريد. في اليوم ده ريد كانت عايزة تشرب ميد، شرب كده زي العسل فراحت تجي. ساعتها ألبرت جه زعق على ريد وسأله إذا كان هو اللي قتل الدب وإذا كان بيخبي حاجة، وبدأ يهدد ريد بس ريد جت جري وطيرته من الأرض. ريد وقفها وألبرت جري، وبالليل ريد وريد قضوا ليلة حلوة مع أكل وميد كويسين. اليوم اللي بعده ريد قالت لريد السبب الحقيقي إنها عايزة تشرب ميد في بلد، إن العرسان الجدد بيشربوا ميد مع بعض كتقليد. وريد اتفاجئ بس ضحك وقبل التقليد ده. في الوقت ده مجموعة الأبطال كانت لسه بتعافر عشان تلاقي سلاح سيد الشياطين. تيودورا الصليبية سألت تسي لو ندمت إنها انضمت للمجموعة لأنهم بيواجهوا فشل ورا فشل ومش مرتاحين مع بعض. تيودورا قالت إن المشاكل دي ما كانتش بتحصل لما ريد كان موجود. في زولتان جالاتين وهو ضابط كبير في نقابة المغامرين جه يزور ريد وريد، طلب إنه يشوف ريد بس هم خلوه يستنى عشان المحل لسه ما فتحش. واحد من نقابة اللصوص عرض على ريد عملة إلفية تساوي 10,000 عملة دهب عشان يقطع علاقته بريد، بس ريد رفض على طول. جالاتين وأعضاء نقابة المغامرين عرضوا على ريد فلوس وألقاب لو هتسيب ريد وترجع مغامرة، بس هي كمان رفض. وريد اداها صور في حجر كهرمان غالي جدا، فريد فرحت قوي وحست انها عايشة في حلم كبير مع ريد. ريد افتكرت الماضي لما سيد الشياطين هجم على بلدها، كانوا لازم يطلبوا مساعدة من مملكة مجاورة، وفي الطريق مروا بقرية فيها إلف اسمها ياريندرا كانت قريبة جدا من ريد، وده خلى ريد تغير رأيها. ياريندرا عندها بركة انها بتتكلم مع شجر الغاب، وكانوا محتاجينها عشان يعدوا غابة خطيرة. ياريندرا حست بغيرة ريد فخدتها على حمام صغير واتكلمت معاها عن اعجابها بريد. ياريندرا قالت انها إلف وبني ادمين فبتتجنب انها تحب حد منهم. قالت انها بتحترم ريد بس هي مش شايفاه كحبيب، وقالت كمان ان ريد بركته مش قوية في القتال بس مسؤولياته في المجموعة اكبر بكتير من الناس شايفاه، وكلهم بيعتمدوا عليه من غير ما يحسوا. فنصحت ريد تدعمه وقالت انهم هيبقوا كويسين جدا مع بعض. في النهاية وصلوا المملكة المجاورة اللي كانت كمان تحت هجوم جيش الشياطين. ريد عمل خطوة خطيرة وشتت العدو، بينما روتي قتلت الاعداء واحد واحد، وريد اتفاجئت بقوته. ريد نجا من المهمة دي وروتي حضنته من الفرحة، وريد حست ان احمر وروتي عندهم رابط قوي فقررت ما تنضمش لمجموعة الابطال. بس دلوقتي في زولتان هي وريد مع بعض تاني. بعدين واحد من نقابة اللصوص هدد ريد انها لو ما رجعتش مغامرة هيقول لعيلتها انها عايشة هنا في زولتان، بس ريد كانت كول وقالت انها مش مهتمة برأي عيلتها طالما هي مع ريد. في الوقت ده روتي بدأت تحس بالاكتئاب عشان اخوها مش موجود، ولما اريس إلا قال لها ان احمر هرب هي ما صدقتوش وشكت انه عمل حاجة. قتلت اريس بضربة واحدة بس افتكرت واجبها كبطلة فعالجته وخلته يعيش تاني. في يوم من الايام ريد والدكتور لقوا راجل متسمم من جرعة زيادة من الدواء. ريد استخدم مهاراته في الاعشاب وانقذه، والدكتور قال ان الجرعة الزيادة دي من الدواء اللي دان وافق عليه وانهم ممكن يشوفوا حالات زي دي تاني. ريد استغربت من ورا الموضوع ده بس ريد ما كانش عايز يتدخل. بدل ما يدور ورا الموضوع خد ريد على نزهة شواء على النهر.
ريد وريت راحوا يعوموا ويشربوا وقضوا وقت حلو مع بعض. اخيرا اعترفوا بمشاعرهم لبعض. في مكان تاني مجموعة الابطال لسه في الصحراء. تيساي سألت روتي ليه ما بتنامش ابدا، وروتي قالت ان بركتها الالهية كبطلة بتديها مناعة ضد كل حاجة، سواء من بره زي الحر والبرد او من جوه زي التعب والجوع والعطش. يعني ما بتحتاجش تنام ولا تاكل ولا تشرب. بس الجانب السلبي انها ما بتحسش بالمشاعر الانسانية. في زولتان راجل دخل المحل بتاع ريد وهو بينزل. ريد عالجه وريت راحت تشوف ايه اللي حصل. لقت اعضاء فرقة ألبرت باقوا مجانين وبيهاجموا الناس، فريد قتلتهم وألبرت خلص عليهم برصاص في الراس. ألبرت قال انه مش عارف ايه اللي حصل لهم، بس ريد زعلت منه عشان قتلهم بدل ما يهديهم. في نفس الوقت دانا وصل زولتان يدور على ريد. قابل واحد لابس اسمه ابوي وقال انه كمان بيدور على ريد. بوي عرض انهم يدوروا مع بعض. بالليل بقى ريد افتكر طفولته مع روتي، حتى لما كانت في العواصف الخطيرة بتخوف الكل. روتي كانت الوحيدة اللي ما بتخافش. كانوا بيقضوا وقت حلو مع بعض ووعدوا بعض انهم هيفضلوا دايما جنب بعض. بنرجع للحاضر. الدكتور جاب ألبرت الصغير لبيت ريد وكان متعور ومليان دم. صحي وقال ان الواد اللي كان بيتنمر عليه قديمي جه بيتهم بفاس وهاجم اهله. فريد والدكتور جريوا على بيت ولحسن الحظ اهله كانوا لسه عايشين. قديمي ده ابن موين قائد حرس البلد. الناس افتكروا ان الحرس بيحمي قديم فبدأت فوضى. الناس استخدموا اهل كرمز عشان يحاربوا الحرس ويطالبوا بمحاسبة قديم. في وسط الدوشة دي طلب من ريد تعلمه يقاتل بالسيف عشان يطور بركته كسيد أسلحة. ريت حاولت تساعده وفجأة جونز جه وقال إن الحرس أخد تانتا. فريت استخدمت علاقاتها عشان تقابل موين والد قديمي وقائد الحرس. موين قال إن ابنه مستحيل يكون هاجم حد لأن بركته كمشاكس، يعني ما بيستخدمش فأس. تانتا كمان دافع عن قديمي وقال إن قديمي جاله من فترة واعتذر له على ضرب وقال له إن بركته كانت بتأثر على شخصيته، بس هو بيحاول يبقى جندي شريف وينضم للحرس. بعد ما العيال مشيوا ريد فكر ان قديمي ممكن يكون تحت تأثير المخدر، وموين زعل قوي لما سمع الكلام ده. في مكان تاني كان قاعد في محل الاعشاب وجه واحد غريب. بعدين ريد وصل واتدربوا مع بعض شويه. قال لريد ان الغريب ده اداله سلاح بشفرة حمراء. في الوقت ده ريد راحت تدور على تجار المخدرات بناء على طلب موين، بس وقعت في كمين واتحصرت من كذا راجل. في اللحظه الحرجه دانا جه وانقذها. بصوا على الرجاله اللي هاجموها ولقوا شياطين متابعة على رؤوسهم. دانا قال انه كان المفروض يرجع ريد لمجموعة الابطال، بس لما شاف ريد مبسوط هنا غير رأيه فطلب من ريد ما تقولش لريد انه في زولتان. وريد رجعت البيت وريد وراها السيف اللي قال خده. ريد استخدمت سحر الكشف واكتشفت ان في تعويذة على السيف بتخلي الساحر يعرف مكانه. في البلد بقى الاحتجاجات زادت والناس طالبوا بمحاسبة قديمي واللي بيعملوا من عنف. في نفس الوقت روتي وفرقتها وصلوا للمكان اللي كانوا بيدوروا عليه وواجهوا شيطان ضخم وقوي جدا. اريس كان هيتضرب بس روتي انقذته وفكرته انها كانت دايما بتنقذ ريد كده. فاريس اتكسف وبعد ما هزموا الشيطان لقوا سلاح سيد الشياطين الصاب وكان سفينة طيارة يقدروا يسافروا بيها في اي حته. فتيساي سألت رودي لو عايزة تستخدم السفينة دي تدور على اخوها، بس روتي قالت انها لازم تكمل واجبها كبطلة. في زولتان ريد وريد جابوا سرير دبل واكتشفوا متعة النوم جنب بعض. وفي يوم شوية بلطجية كمنوا القلب باستخدام تعويذة تعقب السيف، بس اتضح ان ريد هي اللي معاها السيف. ضربت الكل وبعدها قتلت شيطان. في الوقت ده اعضاء نقابة اللصوص خطفوا وخدوه لزعيمهم اورك اسمه بيج هوك. بيج هوك قال انه هو اللي بيغرق السوق بالمخدرات اللي بتعمل المشاكل. المخدر ده بيدي بركة تانية اخطر وبيمنع البركة الاصلية. بيج هوك جاب قديمي اللي كان مسجونه وقديمي اعترف انه اخد المخدر عشان يبقى محارب قوي زي ابوه. بيج هوك خد وقديمي بره وكان في مظاهرات جاهزة تحارب الحرس. قال ان الحرس حمى قديمي
أديمي عشان أبوه القائد ادى لآل سيف عشان يقتل أديمي ويجيب العدل العلمي. بيج هوك قال إن ده هيولع الثورة والناس هيهيصوا، بس قال رفض يقتل أديمي. فبيج هوك فكروا إن أديمي يحاول يقتل أهله، وقال إن لو قال قتله بركته هتكبر. قال رفع السيف بس قطع الحبل اللي كان رابط أديمي، فواحد من الرجالة طلع فأس وده خلى أديمي يتجنن ويخطف الفاس. فبيج هوك قال إن أديمي هيقتل آل لو قال ما قتلوش الأول. وفجأة رد وصل المكان وكان متخفي وضرب أديمي وهرب مع آل. بعد كده بيج هوك ورجالته لقوا رد مع ألبرت، واتضح إن بيج هوك متلبس من شيطان اسمه بيليال وهو اللي ورا كل ده. ألبرت هو كمان كان مهووس إنه ينضم لمجموعة الأبطال، فعمل عقد مع بيليال. ألبرت هاجم رد بس رد قطع إيده بسهولة والحرس وصل ومسك الكل. قال وأديمي راحوا للمتظاهرين وقالوا لهم كل حاجة عن بيج هوك والمخدرات. قال إنه سامح أديمي، فالمتظاهرين ما بقاش عندهم سبب يحاربوا ورجعوا بيوتهم. بعد كده رد وريد كانوا بعض، وريد سألته لو كان نفسه يرجع مع روتي ويبقى بطل تاني، بس رد قال إن كل اللي عايزه إنه يفضل معاه. في السجن بقى بوي زار بيج هوك، وبيليال عرف على طول إن بوي هو شيساندن جنرال شياطين المفروض إن روتي قتلته. بيليال قطع عقد مع بيج هوك وراح لألبرت وخلاه يعمل عقد جديد معاه. راحوا لروتي بس هي طلعت سيفها عليهم. في زولتان قال انضم لمجموعة مغامرين في الرتبة دي وخرجوا في مغامرات. اليوم اللي بعده روتي وتيساي سابوا الكل وخدوا السفينة الطيارة، واريس ما كانش مصدق عينيه. تيودورا لقت شارة البطلة مرمية واستغربت ليه روتي سابتها. بوي انضم لنقابة المغامرين في زولتان كأول مغامر من الرتبة بي بعد ألبرت. في مكان تاني روتي قالت لتيساي تروح على زولتان تدور على صانع أدوية، واتضح ان روتي أكلت بركة الشيطان لأن بيليال قال لها انها هتقلل بركتها الأصلية وتديها بركة جديدة. وروتي عايزة دلوقتي امتداد ثابت من المخدر ده. أمرت تيساي تعملها زي مغامرة عادية عشان محدش يعرف انها البطل. فركنوا السفينة في مكان منعزل قريب من زولتان ولبسوا هدوم مسافرين عاديين ودخلوا البلد. على مشارف البلد فارس غبي ومتعجرف كان بيقف على الجسر ويطلب فلوس، فروتي رميته في النهر. وبالليل تيساي قابلت رد في كشك أكل على الطريق واتكلموا شوية. كل واحد بص للتاني وحس ان اللي قدامه محترف. تيساي قالت لروتي عن الراجل ده ونصحتها تكون حذرة. الكيميائي اللي روتي بتدور عليه كان في السجن، فكان لازم تعمل هروب من السجن عشان تطلعه. وهي بتجهز للهروب كانت بتتخيل ان رد بيديها نصايح. في نفس الوقت رد وريت طلب منهم تنين خرافي يعالجوا ارشيفاي كانت تحت لعنة بتعطل طاقتها الروحية، ورد اداها دواء يعكس اللعنة. بالليل روتي وتيساي اقتحموا السجن وطلعوا جودوين الكيميائي اللي صنع المخدرات لبيج هوك، وكانوا محتاجين ادوية لجودوين فراحوا المحل ريد. وهناك روتي اخيرا قابلت ريد وحضنته. ريد شرح لها ليه ساب المجموعة وروتي ما لميتوش خالص، وقالت ان قالت هو اللي غلطان، فسألته يرجع للمجموعة بس ريد قال ان عنده حد هنا لازم يفضل معاه. فروتي قررت هي كمان تعيش في زولتان، وريد اتفاجئوا في الاول بس وافقوا على قرارها. لما روتي رجعت لاوتيلها حست بضعف فجأة، يمكن عشان بتعاند بركتها كبطل، فشربت من المخدر عشان يضعف بركتها. وجودوين قال انه محتاج ورشة عمل عشان يصنع المخدرات. روتي وتيساي قرروا يدوروا على اطلال الفية على مشاهر زولتان. روتي حاولت تساعد في محل الاعشاب بس طبعها البارد من غير مشاعر خوف الزباين، فرد خدها يتمشوا في البلد عشان الناس تتعود عليها. ورغم طبعها الغريب نجحت تجذب اهتمام الناس. رد طمنها وقال لها انها فخر وفرحة بالنسبة له. في الوقت ده تيودورا واريس كانوا بيتعقبوا روتي بمعلومات من ألبرت كان لسه مهووس برد ومستغرب ليه رد ما حاولش بقى بطل اكبر رغم قوته. تيودورا شرحت ان الناس مش عبيد لبركاتهم، ومش عشان عندهم بركة تعمل حاجات عظيمة يبقى لازم يهتموا بيها، وقالت ان الارادة الحرة اهم من البركات الالهية. في زولتان روتي وريت وتيساي استحموا مع بعض. روتي حكت عن جزء من ماضيها لما كان عندها
5 سنين، وكان عليها مسؤولية إنقاذ طفل من وحش عملاق. كانت عايزة تنقذ نفسها، بس بركتها كبطلة خلتها تحط إنقاذ الغير قبل نفسها. اتعورت جامد بس قتلت الوحش. الناس كانوا بيقولوا عليها غريبة ورا ظهرها، فكانت نفسها تموت، بس رد وصل في الوقت المناسب وقتل الوحش وحضنها وهو بيعيط. اعترفت إنها كانت بتغير من ريت عشان كانت حرة بتضحك وبتعيش وبتستمتع بالحياة، وكانت كمان قريبة من ريت، فقالت إنها محتاجة حد ينقذها. تيساي فهمت ده وقررت تعمل حاجة تنقذ بيها روتي اللي بتحترمها جدا. اليوم اللي بعده تيساي قالت لريد وريد كل حاجة عن بليال الشيطان اللي بعقود. أحمر قال إن روتي مش هتدمن المخدر عشان بركتها بتديها مناعة، بس المخدر بيضعف البركة الأصلية، يعني ممكن مع الوقت فقرروا يساعدوا روتي ويخلوا جودوين يصنع المخدر دلوقتي. وفجأة ريد قابل دانا. تيودورا وألبرت، دانا وتيودورا وألبرت بقوا غير مرئيين، ودانا قال لريد إنه راجل قوي ومحتاجه يرجع للمجموعة، بس ريد قال إنه لقى هدفه خلاص. وكمان قال إن روتي عايزة تسيب واجباتها كبطلة عشان بتخليها تعيسة، فدانا قال إنه هيدعم قرارها. فراح لغرفة أريس في الأوتيل يتظاهر إنه بيدور على روت، وخد أريس لمحل ريد، وأريس خرب كل الأساس والحاجات زي الكلب الهاي. بس يمكن دانا مش دانا الحقيقي، دانا الحقيقي كان مع ريد، وقال له إن شيساندان لسه عايش، وكمان أكل إيد دانا. بعدين شافوا أريس ودانا المزيف راكبين تنين وطايرين ناحية أطلال الإلف اللي روتي فيها. ريد جري على ريت وتيساي وقال لهم إن شيساندان وبعدها راحوا للأطلال. هناك لقوا جودوين بيشتغل على المخدرات. ريد ورى روتي دواء كان بيشتغل عليه عشان يمنع البركات، بس سامو ما بيشتغلش مع بركة البطلة. روتي سألته ليه بيعمل ده ليها، ما هو كان دايما عايز يهزم سيد الشياطين ويجيب السلام للعالم. فريد قال انه بس عايز يحميها مهما كان قرارها، سواء تكمل واجباتها كبطلة او لا هو هيدعم. لو هو يقدر يعيش حياته زي ما هو عايز، يبقى روتي كمان لازم يبقى عندها الحق في ده. وريت وتيساي وصلوا عشان يدعموهم. روتي قالت انها فجأة اكتسبت بركة تانية ملهاش اسم، بس بتساعدها تمنع تأثير بركة البطل. ساعتها أريس وصل وطلب من روتي ترجع لواجبها كبطلة وتهزم سيد الشياطين معاه، وافتكر ان ريد هو اللي بيمنعها فهجم. وروتي طعنت أريس وشالت ريد بعيد. شيساندان اتغير شكله لبوي وعرض على أريس يساعد، قال ان الأطلال دي فيها سلاح البطل الأول، ولو أريس لقاه ده لروتي هترجع معاه. الفرقة اكتشفت ان شيساندان هنا، فقرروا يعملوا حاجة. أريس وشيساندان وصلوا لغرفة سرية، بس دانا وصل في الوقت المناسب وواجههم. دانا قال انه من ساعة ما شيساندان اكل ايده اليمين وهو بيدرب ايده الشمال لحد ما بقت شبه مثالية. استخدم مهاراته وضرب شيساندان جامد. أريس هاجم دانا وشيساندان استغل الفرصة وطعنه، وده سبب انفجار كبير جواه. شيساندان اتشكل في شكله الشيطان الحقيقي واستخدم كل أسلحة عشان يقاتل بيها دانا. دانا صد الهجمات، بس في النهاية الطعن بسيفه ومات وهو بيبتسم. أريس اتفاجئ بنفسه عشان حس انه هادي رغم انه خان زميله. فدخلوا الغرفة الداخلية ولقوا 5 سيوف خاصة بالبطل. شيساندان قال ان السيف اللي مع روتي نسخة مزيفة، والسيوف دي هي الحقيقية. كمان قال ان روتي نفسها نسخة من البطل الاول فيها روحه. عشان يرجع روتي لطريق البطل لازم أريس يديها السيف الحقيقي ويدمر اي علاقة ليها بالحياة العادية، يعني بريد. مجموعة الابطال بقى دخلت الغرفة وبدأت المعركة. دانا كان لسه عايش، وألبرت وتيودورا وصلوا وادوله دواء شفا. فجأة تيودورا دخلت المعركة ضد روتي وكتفت ريت وبدأت تقاتل روتي. تيودورا كانت مقتنعة ان روتي لازم تكمل واجبها كبطلة وتنقذ الناس. روتي سألتها ليه لازم تنقذ الناس ما تعرفهمش حتى، وريد كان لازم يختار بين انه ينقذ اخته روتي ولا حبيبته ريت. وريت قالت ان روتي ما ينفعش تتحمل عبء بركتها كده. تيودورا ذكرتها ان بلدها اتنقصت بسبب البطل، بس ريت قالت ان بلدها تم انقاذها بمجهود الكل مش بس البطلة. وفجأة ريد قتل التنين وانقذ ريت. روتي طعنت تيودورا، بس أريس حبسهم في صندوق معدني وحدفهم عشان يقعوا لموتهم. أريس ضحك زي المجنون وهاجم تيساي، بس تيساي كانت مصممة تعمل اي حاجة عشان سعادة روتي اللي بتعتبرها اعز صديقة ليها. دانا كان تحت واستخدم قوته ويكسر الصندوق ويرجع ريد وريد فوق. ريد جري بسرعة وقطع ايدين أريس عشان ما يقدرش يقاتل
يقاتل ولا يشفي نفسه، وشيساندان كان بيغلب روتي بالسيوف الخاصة دي. في المعركة سيفها اتكسر، فخدت واحد من سيوف البطل وقتلت شيساندان، ولحظة ما مسكت السيف حست بحاجة غريبة، وبركتها كبطلة بدأت تقوى تاني ورجعت فوق وحاولت تطعن ريد، بس تيساي دخلت بينهم وانقذت. تيساي بقى توسلت لروتي ما تعملش كده، وبعدها اغمى عليها. روتي بدأت تبقى باردة ومن غير مشاعر تاني، فهاجمت ريد، بس هو حبس سيفها بسيفه البرونزي البسيط وطيره. بعد كده روتي رجعت لوعيها وحضنت ريد وهي بتعيط، وتيساي كانت لسه متعورة، فروتي حاولت تشفيها ببركات، بس البركة ما اشتغلتش لسبب ما. فتيودورا جت وشافت تيساي بقوتها. تيودورا بعد كده قالت انها مش هتطلب السماح لانها لسه مقتنعة برأيها. ألبرت اتوسل ليهم يسامحوها عشان هي كمان بطلة حقيقية بمعتقدات قوية لصالح البشرية. روتي قالت انها ممكن تكون عندها بركة البطل، بس اللي يستاهل يكون بطل هو تيودورا عشان بيتحارب لصالح العالم من غير اي انانية. وريد قال ان مش القوة البدنية او البركة الالهية هي اللي بتعمل البطل، الشخصية. تيودورا قبلت ان روتي مش هتمشي في طريق البطلة تاني. الكل رجعوا لحياتهم العادية. روتي بدأت تحس بالحر والبرد وكل المشاعر الإنسانية، والأهم إنها بدأت تحس بالمشاعر، واتضح إن البركة التانية اللي اكتسبتها اسمها الحاكم، ودي بتخليها تتحكم في البركات التانية، فاستخدمتها عشان تمنع بركة البطل، وقررت تعمل مزرعة تزرع فيها أعشاب طبية، وتيساي كمان هتساعد. بعد فترة عملوا جنازة الأرس، وبالليل ريد اعترفت إنها خايفة تفقد ريد بعد كل اللي حصل، وريد طمنها وقال لها إنه عمره ما هيسيب وإنه محتاج حياة. في اليوم اللي بعده ريد خد روتي تتمشى في البلد واشترى لها زينة صغيرة حلوة، وقعدوا مع بعض واستمتعوا بالحياة الهادية اللي نضلوا كتير عشان يوصلوا لها. روتي كمان أخدت شغلانة كمغامرة، وكل فترة بتروح تاخد مهام خطيرة عشان تحمي الناس اللي حواليها، بس دلوقتي بتعمل ده من إرادتها الحرة مش عشان دور مفروض عليها. بعيد بقى جودوين قابل ياريندرا وقالت عن حياة ريد وريت ورودي الجديدة الهادية في زولتان، فقررت هي كمان تنضم ليه. وهنا بنوصل لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة.